قالوا الواد ده حرامي ونصاب. من ساعتها اتعلمت درس. انا كريم الحسيني، هكلمكم في حاجات كتير عن كواليس عشتها او كواليس اتحكت لي، كلها في عالم الفن، وهي اللي مخلياني مستمر لغايه دلوقتي. في فيلم الجراج كان عندي 10 سنين، كنا كلنا بقى اطفال بقى مع بعض، انا ودنيا عبد العزيز وكل اللي كانوا معانا. فطبعا اطفال بنفرق كتير، بنجوع كتير، فالبريك بيبقى دايما الساعه 6. بنفطر مثلا احنا الصبح وننزل الكاميرا الساعه 9 10 الصبح. الساعه 1 2 بنلاقي نفسنا جعانين، فكلهم 1 2 دي لو هما ما عندهمش تصوير في مشهد معين بيقوموا رايحين عند المطعم اللي على اول الشارع في الزمالك. انا عارف المطعم ده كويس قوي، فبيروحوا يجيبوا منه سندوتشات. فكل مره ما يستنونيش لما اغير الجهاز كان بيبقى يعني بياخد وقت في التركيب وفي الفك. الجهاز اللي انا كنت لابسه بتاع الشاله اللي كان عندي. فطبعا كل ما اقول لهم استنوني ما يستنونيش، اطفال بقى، وكل ما اقول لهم هاتوا لي سندوتشات معاكم مره يجيبوا لي ومره لا. فانا بقيت مش هستسلم يعني. ففي مره من المرات طلعت بالجهاز وباللبس المقطع اللي انا كنت لابسه ورحت المطعم. طبعا خدت وقت، رحت المطعم وقلت له لو سمحت انا عاوز سندوتش وكذا وسندوتش كذا. فالراجل انا صعبت عليه فقام قايل لي يا حبيبي يا ابني لا خلاص خلي. فانا خلي دي عجبتني قوي. قلت له الاول، قلت له ايه طب اصل انا، قال لي لا 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 والله ما تتكلمش. فانا قلت خلاص استحلتها. فرجعت تاني يوم رحت له برضه ودي له فلوس، قال لي خلي. فانا بقيت مستحليها، اخد فلوس من ابويا وبعدين اروح اكل ببلاش واستنى البريك لما يتعمل اكل برضه في البريك وتمام زي الفل. ففي مره قلت لبابا، قلت له ده انا في حته مطعم باكل منه بقالي شهر ببلاش. قال لي لا يا راجل. قلت له اه بقالي شهر بقى. قال لا لا تعالى وريني المطعم ده بقى. فخدني بس وانا لابس لبس العادي يعني، واحنا مروحين خلصنا تصوير وكده واحنا مروحين، قال لي لا تعالى نروح بقى. فرايح بقى عادي لابس لبس عادي. فالراجل شافني فبيشبه عليا. فبابا قال له انت تعرف الواد ده؟ قال له قام مديني حته قلم قدامه، سكعني قلم. قال له الواد ده نصاب وحرامي، الواد ده بياخد منك سندوتشات بقاله شهر وما بيحاسبكش. كام حسابك يا عم بتاع الشهر كله؟ قال له لا يا عم خلي. قال له لا مفيش الكلام ده. فدفع له فلوس الشهر كلها اللي انا اكلت بيها، وقال لي حسك عينك بعد كده تمثل على حد في الحياه، عايز تمثل قدام الكاميرا، تمثل على حد في الحياه انت كده نصاب. ومن ساعتها طبعا القلم لسه معلم على وشي، وخدت درس ما انساهوش.